طيب هناخد ان شاء الله النهارده جزء كده في البدايه بسيط كده عن الداتا فيجواليزيشن. هنفهم يعني ايه اصلا داتا فيجواليزيشن بالتفصيل، ازاي لما نيجي نعمل برزنتيشن شويه نصايح كده عشان نبدا نظبط الداشبورد بتاعتنا، او لما نيجي نعمل برزنتيشن نظبطها بشكل احسن وبشكل افضل. وبعد كده ان شاء الله هناخد ايه برنامج تابلو. ماشي، احنا كده دلوقتي خدنا برنامجين يعتبر مختصين، او بالنهارده احنا خدنا برنامجين مختصين بشكل اساسي في الريبورت: باور بي اي وتابلو. ماشي، الاكسل فيه برضه تقارير وكده بس بتبقى بشكل بسيط، عامه شكل بيزكس قوي يعني. فدول بروفيشنال اكتر في الشغل بتاعهم. وتابلو باور بي اي هم يعني اساس اي شركه محتاجه تبقى تعمل تقارير. اي شركه فيها تيم ريبورتنج شغالين يا اما باور بي اي يا اما تابلو. تابلو مستخدم اكتر بره مصر، يعني منتشر اكتر بره مصر. في مصر باور بي اي هو مستخدم اكتر او منتشر بشكل كبير في مصر. ماشي. طيب، الداتا فيجواليزيشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن طريقه او وسيله بقدر من خلالها ان انا اوصل معلومه عن طريق ان انا بعمل اشكال رسوميه او رسوم بيانيه اقدر من خلالها الخص الداتا، عشان الشخص اللي قدامي او الاودينس او الناس اللي بتشوف الشورت ده تفهم معلومه معينه او تعرف ايه اللي بيحصل في البيزنس بتاعها. ماشي، فهي طريقه او اداه اقدر من خلالها، وسيله اقدر من خلالها ان أنا اوصل معلومه عن طريق نت في شكل رسوم بيانيه، لان طبعا احنا عارفين الصوره ابلغ من 1000 كلمه. فانا هوريك صوره بدل ما اوريك شويه تيبلز، بدل ما اوريك ارقام، بدل ما اقول لك ايه، ماشي، بوريك صوره احسن تلم لك كل حاجه. عشان احنا اصلا كاشخاص بنتعلم عن طريق ايه؟ ان احنا بنشوف الحاجه. احنا فيجوال ليرنرز، بنتعلم عن طريق ان احنا بنشوف الحاجه. ماشي، يبقى الداتا فيجواليزيشن او لما نيجي نعمل فيجواليزيشن لازم نكون فاهمين احنا محتاجين نعمل ده ليه، عشان نوصل المعلومه بابسط شكل للاودينس او اصحاب الشركه اللي انا شغال معاهم. يبقى احنا كده محتاجين نركز على حاجه، ان انا محتاج اوصل المعلومه بايه؟ بابسط شكل. يعني لازم اركز على ابسط طريقه. يبقى انا الفيجوال دي بسيطه سهله، مجرد افهم المعلومه. وحاجه ثانيه، اعرف انا بخاطب مين. يعني مثلا لما اجي اعمل برزنتيشن لازم اول حاجه عارف ايه ماي اودينس، يعني الناس اللي انا محتاج ان انا ايه اترجم او اديهم الحاجه. ماشي. طيب لو انا شغال او لو انا في شركه، البرزنتيشن بتاعتي او التقرير بتاعي او الحاجه اللي انا محتاج اوصلها للشركه، لو الاودينس بتوعي هم ناس مانجرز او هم مديرين، هم توب ليفل، يعني هم ناس جامدين قوي في المجال بتاعهم، بركز اكتر على التفاصيل، بركز اكتر على الارقام، بركز اكتر على ايه اللي حصل بالظبط بكل حاجه في اليوم، ايه اللي حصل بنسبه قد ايه، وهكذا. لو الاودينس بتوعي او الاودينس اللي انا هشتغل معاهم ناس ما عندهم فكره، يعني هم الف باء، مثلا شخص فريلانسر، شخص بيقول لك خد الداتا ظبط لي وانا محتاج افهم، او شخص مثلا ما عندوش معرفه قوي بالبيزنس بتاعه او بالدومين بتاعه، بركز على الفيجوالز، بركز على الجرافس الفيجواليزيشن، يعني اشكال تبقى اكتر من ان انا اركز على ايه؟ على ارقام. يبقى لو انا بعمل برزنتيشن او انا شغال في شركه وانا هعرض مثلا داشبورد او تقرير على المدير بتاعي، يبقى انا بركز في التفاصيل. طالما هو عايز يعرف، او ناس هم توب مانجر توب ليفل في الشركه اللي عندي، هم طبيعي فاهمين او وصل لهم حاجه زي كده او جربوا حاجه زي كده، هم محتاجين يركزوا على التفاصيل قوي، لان دول ناس سبيسيفيك قوي. شخص ما عندوش اي فكره ما يفهمش لو قلت له ده زاد بنسبه كذا وارقام كده. يبقى ركز على ايه؟ على الفيجواليزيشن يكون بشكل ابسط وبشكل احسن. يبقى لازم اول حاجه اعرف لما اجي اعمل برزنتيشن او اجي اعمل تقرير، اعرف انا هخاطب مين. الحاجه اللي انا هعرضها دي اعرضها على مين، مين الناس الاودينس اللي انا هقف او ان انا هقف اتكلم قصادهم او اعرض لهم الشغل ده. طيب، تاني حاجه ديزاين يور مسج. يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك مشكله، فالمشكله دي ازاي ان انت هتقول لهم ازاي ان انت حلتها. فوالله مثلا انت ممكن يكون عندك المبيعات بتقل، فممكن تديزاين مسج او تبدا تدي هيدلاين او زي عنوان للريبورت بتاعك او البرزنتيشن، ان احنا والله اخر 3 شهور خسرنا، فلو كملنا في المشاكل او لو ما عالجناش المشاكل اللي احنا هنشوفها هنخسر اضعاف مثلا كذا. ماشي، لازم تحط هيدلاين، لازم تحط عنوان وصف معبر عن ايه؟ عن الحاجه اللي انت هتعرضها. طبعا انت بتعرف العنوان ده بعد ما بتعمل الاناليسيس بتاعك، يعني بعد ما بتخلص بتعرف ايه اللي انت طلعت بيه اصلا وايه المشاكل، فبتبدا تصيغ العنوان، تصيغ الهيدلاين بناء على المشكله. لازم تبقى حاجه اتراكتيف، لازم انت تشده. مجرد ما يشوف الوصف ده او يشوف العنوان البرزنتيشن ياتراكت معاك، لازم يبقى عايز يعرف ايه اللي يحصل، ما يملش. ماشي، مثلا لو انا بخسر مثلا اخر 3 شهور، فزي ما قلت لك خساره اخر 3 شهور بنسبه او مثلا 2 مليون، لو كملنا في المشكله دي هنخسر مثلا 5 مليون. فانت متخيل هو هيبقى اتراكتيف جدا ان هو عايز يعرف ايه المشكله اللي محتاج يعالجها عشان ما يخسرش 5 مليون. ماشي. طيب، بعد كده بنستخدم الايه؟ الفيجوالز. احنا بقى هنشوف مع بعض انواع الفيجوالز اللي احنا ممكن نستخدمها، وكل فيجوال عباره عن ايه واقدر ان انا افهمه ازاي، والفيجوال ده مختص بمين قوي او مين اللي يحتاجه قوي. ماشي.
طيب اول حاجه عندنا التكست ايه؟ فيجوال. تكست فيجوال ده ان انا بعرض رقم واحد بس، او بعرض حاجه اسمها كي بي اي. كي بي اي ده يعني كي بيرفورمانس انديكيتور. اي حد شغال في البيزنس الكي بي ايز دي عباره عن مؤشرات انا بقدر من خلالها اعرف هل انا مثلا بكسب او بخسر، او هل انا حققت التارجت بتاعي ولا لا. فانا مثلا كشركه كورسات مثلا، هاجي اقول لك والله انا الكي بي اي بتاعي ان انا مثلا ابدا 5 مجموعات الشهر ده. ايه بقى الكي بي اي ده؟ مؤشر يقول لي هل انا حققت التارجت ولا لا. بدات 6 يبقى انا عملت ايه؟ نجحت بايه؟ بنسبه مثلا بنسبه مثلا 20%. بدات 3 يبقى انا ما حققتش التارجت وعندي ايه؟ او حققته بنسبه 60%. ماشي، مثلا كشركه مبيعات اقول والله انا محتاج الشهر ده مبيعاتي تبقى، مبيعاتي ما حققتهاش كانها 500,000، يبقى انا كده ما حققتش التارجت، صح؟ طيب عشان اعرف ازاي هوصل ده للبيزنس اللي عندي او المشكله اللي عندي. ماشي، يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها هي ايه؟ اول حاجه خالص لو جاي نتكلم الاول خالص لازم اعرف مين الاودينس، مين الناس اللي انا هوجه لهم المشكله او اللي انا هتارجتهم. ماشي، تاني حاجه بشوف التايتل او العنوان بتاع المسج عامه اللي انا محتاج ان انا اعرضها او محتاج ان انا اركز عليه عشان اعرف الناس ايه المشكله اللي عندي وازاي ان انا ممكن احلها. تالت حاجه ببدا اشوف الفيجوالز او الجرافس اللي انا ممكن استخدمها عشان اعمل ايه؟ عشان احل المشكله اللي انا هشتغل عليها دي. ماشي. طيب يبقى اول حاجه التكست فيجوال دي لما كانت في الباور بي كنا بنعمل كارد، صح؟ بنحط فيها رقم، صح؟ وبنحطها فوق كده، ده كده الكي بي اي بتاعي او العناوين بتاعتي اللي انا محتاج ان انا اعملها. ماشي، زي ما انتم شايفين كده. دي مثلا ان انا بحط رقم واحد بس، دايره كده بتقول لي ان انا حققت التارجت بنسبه مثلا كام؟ 21%. تبقى مثلا 100%، فانا بحط مثلا باكسبكت ان انا ابيع ب 100 مليون، فانا مبيعات او مثلا ببيع مليون، مبيعاتي بقت او بعت مثلا ب 250,000. يبقى بحط مثلا التارجت الاساسي 100 مليون واحط ال 250,000 يظهر لي كام؟ ان انا بعت مثلا بنسبه 20 او 25%. ماشي. هنا مثلا زي ما انتم شايفين كده لو تلاحظوا بصوا نركز في التفاصيل بقى. يعني مثلا هنا بصي اماونت اوف سيلز يير تو ديت فيرسس ايه؟ لاست بيريود. فانا البيريود اللي فاتت بعت ب 2 مليون يورو. ماشي، وزادت المبيعات دي زادت بنسبه كام؟ 40%. اهو بصوا لو تلاحظوا اللون اخضر، يبقى نركز في التفاصيل دي. في سهم طالع فوق ان انا زدت، فدي كلها حاجه مجرد ما ببص بعرف ان انا زدت بنسبه قد ايه؟ 40%. ماشي. طيب شكل تاني مثلا اهو، هنا مثلا التكست فيجوال ان انا بحط قيمه واحده بس وببدا ان انا اظبطها واعمل لها فورمات. فهنا مثلا بصوا الريفينيو 95 ام دي حصل لي مليون، 65 مليون، وزائد 16% فيرسس ايه؟ لاست يير، صح؟ يبقى بشوف مثلا مبيعات السنه اللي فاتت كانت قد ايه ومبيعات السنه دي واشوف انا زدت ولا لا. يبقى انا كده مجرد ما ابص على الرقم ده انا عرفت ان انا مبيعاتي زادت بنسبه 16% عن السنه اللي فاتت. معلومه مهمه جدا، عرفت ان انا وصلت لمعلومه معينه. هنا بصوا اهو، ولو تلاحظوا كل الزياده بتبقى بايه؟ باللون الاخضر. علامه بلس، علامه السهم اللي فوق، علامه اي حاجه بتنكريس، ماشي، دي كده بتبقى زياده. هنا مثلا ده 76%. ماشي، وزياده 8.6% ووز 17 لاست مانث. يعني زدت بنسبه، او الزياده اللي عندي بقت 8.6 من 10، تقريبا 9% عن ايه؟ عن الشهر اللي فات. تمام، بالظبط 70. الشهر اللي فات كان 70، الشهر ده بقت 76، يبقى زدت تقريبا 9%. ماشي، دي كلها حاجات بتفهمني الشغل اللي عندي. بصوا هنا كده التوتال بروفيت 286,000، التوتال بروفيت 286,000 برضه. وتحت عندي ايه؟ ايتم سولد. يبقى انا حطيت 2 كي بي اي في ايه؟ في حاجه واحده. قلت له مبيعاتي هنا 286,000 والثانيه 286,000 وبعت كام؟ 9,000 تقريبا 10,000 ايتم. ماشي، يبقى لازم اركز على التكست فيجوال انها تديني مؤشر تعرفني انا حصل ايه. مجرد ما ابص بفهم على طول. ولو تلاحظوا ان انا مثلا لو الرقم ده موجود كده بس من غير اللي تحت ده، فهل انا كده اوكي انا عرفت ان انا بعت ب 2 مليون؟ طب انا زدت ولا قلت؟ طب انا بعت كام ايتم؟ طب انا ايه اللي حصل؟ لكن مجرد ما حطيت ده نسبه 40% زياده عن السنه اللي فاتت، فانا كده فهمت ان انا فعلا بتحسن. لو دي انكريز يعني لو هي سهم لتحت ولون احمر يبقى انا كده ايه؟ بقل، يبقى انا كده عندي مشكله. طيب ده في حاله التكست فيجوال ان هي لو ايه؟ لو هي رقم واحد بس. ماشي، لو هي رقم واحد بس ككي بي اي واحد بس. طيب لو عندي اكتر من كي بي اي، ماشي، هعمل ايه؟ بصوا، هاجي هنا لو عندي مثلا جدول زي ده هو بيلخص المبيعات مثلا بتاعه النورث ايست والنورث ويست والساوث سنتر والحاجات دي كلها. فعندي ارقام كتير قوي، فانا كشخص حاجه ابص مش هفهم، صح؟ او يعني هيبقى صعب عليا ان انا اطلع معلومه معينه او وقت ومجهود، واللي انت عايز توصله لي المفروض انت توصله لي اول ما ابص على طول. ده دوري كداتا اناليست، حاجه اشوفها من ايه؟ من اول نظره. ماشي، ففي الحاله دي
لو انا عايز اعمل تقرير او اعمل ريبورت او اعمل جدول يلخص لي مبيعات فتره معينه او مبيعات اكتر من منتج او اكتر، وفي ارقام، بعمل حاجه اسمها ايه، او حاجه اسمها هيت ماب، او بعمل حاجه اسمها فيجوالز. ماشي. اللي قدامنا ده هو جدول عادي، ده كونديشنال فورماتنج على فكره في الاكسل. ده كونديشنال فورماتنج ماشي. كل فكرته ايه بس، ان انا بهايلايت الحاجه المهمه، ماشي، او الحاجه اللي انا محتاج الشخص ياخد باله منها. فانا مجرد ما ابص هنا كده، ابص في الهيت ماب ابلايز تو نيو داتا اوتوماتيكلي، او ان انا لما بعملها يعني، فواضح كده ان 400 ده هو اللي انا بكسب فيه مثلا، او كل الكلام الاخضر ده، او اللي هو اخضر فاتح فما اغمق ده زياده، والاحمر فاتح فيما اغمق ده ايه، نقصان او اقل. ماشي. تعال نشوف اللي بعده اهو. دي ارقام كتيره جدا. ماشي. فانا هنا اهو كل ده مثلا زياده من الكلام اللي مكتوب يعني. كل الكلام اللي هو الابيض ده ما فيش حاجه اصلا، صفر يعني، انا لا بكسب ولا بخسر، او ما بعتش حاجه عامه. احمر فاتح فيما اغمق دي خساره، فيما ازيد خساره كبيره. اصفر ده اللي هو شغال، والاخضر فيما اغمق ده مكسب او زياده ايه، بشكل كبير. تمام. يبقى انا لو عندي عايز اعمل تحليل، او مثلا زي ما كنا بنعمل في البيفت تيبل، عندي مثلا هلخص مبيعات الدوله، هجيب السم اوف سيل ومثلا الكاونت اوف برودكتس، فليها ارقام كتير قوي. ماشي. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا مثلا بنفلتر، بنجيب توب خمسه، فالشكل بقى ليميتد شويه. لكن لو عايز اعرف كل ده، يبقى انا بهايلايت الايه، الحاجه اللي انا محتاج اركز عليها قوي، او الكلام اللي هو فعلا الزياده والنقصان والحاجات دي كلها. ده كونديشن اوتوماتيك يعني. طيب ده كده هنحط ايه، كي بي اي، او نحط رقم واحد. يبقى اول حاجه نركز عليه ايه في الكي بي اي؟ التكست فيجواليزيشن، اللي هو ده تكست فيجوال. ان انا اركز ان انا اعرف الشخص هل انا بكسب ولا بخسر، يعني مش مجرد بس انمي رقم كده بس. ماشي. زياده هنا مثلا هو برضو، واركز على الالوان برضو، الالوان دي مهمه جدا. مثلا تبقى اللون الاخضر النسبه دي. بص هقول لك عليها. دي حاجه اسمها، هتلاقي اسمها حاجه اسمها كي بي اي، هتلاقي فيجوال اسمه كي بي اي. ممكن تضيفها جنبها. بتحط زي ما قلت لك، انت مثلا التارجت بتاعك 100 مليون، فانت تكتب 100 مليون، والسم اوف سيلز اللي عندك اللي هو في الداتا مليون، فتحط ال 500 مليون. اقول لك انت 50% يسيبها لك الدنيا نصين. ماشي. هوريها لك بعد ما أخلص. بعد كده عندنا ايه؟ اللاين تشارت. اللاين تشارت ده بيساعدني ان انا اعرف الترندز اوفر تايم. يعني ايه؟ يعني انا عندي وقت معين عايز اعرف هل انا خلال السنه بكسب ولا بخسر، او ايه هو الشهر اللي انا بخسر فيه، او ايه هي مثلا المده او البيريود اللي انا مبيعاتي قلت فيها قوي. ماشي. ففي اللاين تشارت ببدا ان انا عندي اكس وعندي واي، فببدا ان انا احط ده برضو من الاكسل عادي البروفيت. فبشوف هنا ان انا مبيعاتي في 2018 قلت وبدات تزيد تاني من اول كام؟ 2018 2019. هنا مثلا في 2016 كانت من اول 2014 بتزيد، وفي 16 قلت، فضلت سنتين تقل وبدات تزيد من اول كام؟ 2018. ماشي. فكده عندي في السنتين دول انخفاض في المبيعات اللي عندي، في البروفيت اللي جاي لي انا البروفيت بتاعي قل. ماشي. فاقدر ان انا من خلال ده اديتكت او اشوف الباترن او الانماط اللي بتحصل عندي فين؟ في الداتا على مدار ايه؟ على مدار الوقت عامة، على مدار السنه، الوقت، الكوارتر، اخر 3 سنين، 4 سنين، اي حاجه. اللاين تشارت بستخدمه لما عايز اعرف الترند اوفر تايم. ماشي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا، افريج مونثلي مثلا تمبريتشر ان كاليفورنيا، فعايزين يعرفوا في خلال السنه امتى هو الشهر او امتى المده اللي الافريج تمبريتشر الحراره بيزيد قوي. فهتلاحظوا، بصوا ان دول مثلا الثلاث شهور اهو، جون واغسطس جولاي واغسطس وسبتمبر، هم اعلى 3 شهور فين؟ في الحراره. الحراره بدات تزيد، يعني متوسط درجات الحراره كان بيوصل لقد ايه؟ 22 درجه تقريبا، 23 درجه. ماشي. فهو عن طريق الوقت، عن طريق السنه كلها، عن طريق الشهور، انا فهمت ايه؟ فهمت فين فين المده او الوقت اللي كان الداتا الحراره بتزيد فيه. تمام. طيب، في عندي نوع ثالث اسمه سكاتر بلوت، او سكاتر تشورت. سكاتر تشورت ده بيعرفني ايه؟ ممكن نفتكر كده بيعرفني ايه؟ او مجرد ما نشوف كده ممكن نفهم ايه؟ افريج. لا، بص، عندي تحت الانكم وعندي هنا المترو هيلث اندكس. ممكن لو شفت الجراف ده افهم ايه؟ مم. ماشي، بس في حاجه تانيه اهم اللي هو معمول عشانها اصلا.
آه، ما هو هنا مفيش مكان. هنا الانكم الدخل والصحه. فممكن افهم ايه مجرد ما ابص كده؟ لا مفيش عدد، ده دخل، ده فلوس. الفلوس والصحه. ايه بقى؟ مم. ماشي، يعني الكثافه نفس الفكره، اللي هو حاجه معينه فيها عدد كبير. ماشي حلو. بنفهم من الشرط ده ايه؟ ان كل ما الدخل بيزيد صحتك ايه؟ بتزيد. يبقى السكاتر بلوت ده معمول عشان ايه؟ اشوف العلاقه، الريليشن ما بين حاجتين. صح؟ ايه؟ ما هو مش حقيقه، بس في الداتا اللي قدامك هي ايه؟ حقيقه. يعني احنا هنا مثلا في مصر مش شرط تكون حقيقه، لكن في الداتا اللي قدامي اهو بص، كل ما الناس دخلها بيزيد. كل يعني ايه لا؟ عشان المفروض دي حاجه طبيعيه. يعني المفروض انا كشخص طبيعي منطقي يبقى بقبض مثلا 100,000 جنيه في الشهر، طبيعي تبقى صحتي كويسه. ايوه، ما هو كل واحد ما هو كل واحد براحته، بس هو منطقي. منطقي ان انا معايا فلوس كتير فههتم بصحتي، يعني ده البني ادمين الطبيعيين. فكل بص، احنا شخص بيقبض 15,000 20,000 25 30 35، نفس الفكره بيقيس لي حاجتين: الكثافه بتاعت الداتا، ان في المنطقه دي او معظم الناس بتقبض من 20 تقريبا ل 37 27,000. معظم الناس بصوا كده هنا، ده كده شخص، يعني النقطه دي كانها شخص واحد بس، ماشي؟ يعني مرتب شخص وصحته او المنتال هيلث بتاعه. ماشي؟ فهنا الخط ده اللاين دي كده اسمها ريليشن، علاقه. ان كل بالظبط علاقه طرديه. ماشي؟ يعني ده بيزيد اهو، بص كل ما ده بيزيد ده ايه بيزيد، فدول كده في بينهم علاقه طرديه. ماشي؟ يبقى كل ما الانكم بيزيد المرتب بيزيد، المنتال هيلث او الصحه بتزيد. ولو انها برضه مش منطقيه يعني، او مش حاجه عاديه يعني، بصوا هتلاقي شخص بيقبض ايه؟ 11 16,000، هو اعلى واحد، يعني احسن من ايه؟ من 1000. ماشي؟ ولكن ايه، احنا بنشوف برضه العلاقه، عايز نشوف هل في علاقه بنسبه قد ايه. في الاخر العلاقه دي برضه بنطلع نسبه، يقول لك بتزيد بنسبه مثلا 3%. ماشي؟ مش شرط تبقى 100% عشان مثلا كله مع بعض، حاجات ايه تبقى ايه، اوت لايرز او حاجات مختلفه شويه. ماشي؟ ايه؟ اه طبعا اكيد مش احسن حاجه. انت اصل في حاجات انت بتعرضيها وحاجات انت بتبقى عايز تفهمي منها، عايز تعرفي. بص تعال نشوف الشكل اللي بعده. اهو بص تعال نشوف الشكل ده، الاكسل نولج سكور. ماشي؟ والسالري. فبصوا لما جينا نعمل لها فيجواليز، ده سكاتر بلوت اهو. نقط. نولج سكور بيزيد 2 4 6 8 10، كل ما ايه السالري بيزيد. هنا فعلا في علاقه. هنا اهو 6 750 7 800 3 300 9 مليون وهكذا، كل ما بيزيد يبقى ايه بيزيد. يبقى انا فعلا كده هنا عندي علاقه دي ممكن ان انا اعرضها. ماشي؟ دي مش هتبقى مفهومه قوي بالظبط، لان زي ما قلت لك في دول اعلى ناس حرفيا يعتبر في الصحه، اقل نسبه مرض. فهي مش دي بقى نفس الفكره، ان انا مش شرط، مش معنى كده ان انا اكون ايه، ان انا اكون كل ما مرتبي يزيد اهتم بصحتي. ممكن ابقى عادي بقبض 2000 جنيه مش حد كويس، الحمد لله مهتم بنفسي. ماشي؟ طيب نفس الفكره برضو، الايج اوف ذا تشيلدرن ان ييرز، عمر الشخص، عمر الطفل في السنين، والهايت بتاعه. ماشي؟ كل ما الشخص السنين بتاعته بيكبر في السن الايه الهايت بتاعه بيزيد اهو. يبقى انا كده بشوف ان في علاقه طرديه ما بين ايه؟ ما بين عمر الشخص والويت بتاعه. طيب الووتر فول تشارت، الووتر فول تشارت ده مهم جدا جدا، ومستخدم قوي 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 في البيزنس كمان. ماشي؟ وبتوع الماليات او بتوع الحسابات بيحتاجوه كتير قوي. طيب ليه بقى؟ ممكن كده تبصوا معايا، حاسس دي مبكسله شويه. اه بصوا على دي، قولوا لي انتوا فهمتوا ايه. دي اعتقد واضحه مش مبكسله. اهو السوسيين تحت اهو، يناير فبراير مارس ابريل لحد الاند لحد ديسمبر. الحاجات دي معناها ايه بقى؟
الله ينور عليك. ماشي. الووتر فول شارت ده بستخدمه امتى؟ لما اكون مثلا انا شغال في بيزنس، او انا مثلا قطاع معين في الشركه، قطاع الاتش ار، فانا هانفست او احط فيه مثلا كشركه، هانفست فيه مثلا 100,000 جنيه. ماشي. ومتوقع من خلاله لاخر السنه يبقى 200,000 مثلا. ماشي. فانا هنا كشركه اهو، او انا بدات شركه. ماشي. بدات شركه، بدات الستارت حطيت 4000 جنيه. ماشي. في الشركه دي في الستارت اهو بادئ بسم الله راس مال 4000 جنيه. في شهر يناير زدت 1770 جنيه. ماشي. بعد ال 4000 جنيه جابوا لي 1970. ماشي. طيب في شهر فبراير نقصت 1450. حلو. في شهر ابريل نقصت، فالراس المال بتاعي بقى اصلا اقل. يعني انا كنت بادئ باربعه، دلوقتي بقوا ثلاثه معايا. في الشهر ده مارس بقوا ثلاثه، بقوا 2970 جنيه بالظبط. ماشي. عشان كنت بادئ باربعه، ففي شهر مارس نقصت 1300 جنيه من البيز بتاعي. ده جنب ده بالظبط. ماشي. بعد كده ابريل زدت 1800، فبصوا دي بقت زياده. يعني عن 4000 بقى زياده. بعد كده بصوا طول الشهر في مايو خسرت، في يناير خسرت، يعتبر دي كانت اكبر خساره. بصوا هنا كده في جانيوري دي كانت اكبر خساره. ماشي. ناقص 1000 كام؟ 481. دي اكبر حاجه فوق. وبعد كده زدت، فضلت زايد هنا. وفي نهايه السنه كنت بادئ ب 4000، نهيت بكام؟ ب 7375. ماشي. يبقى انا ده كده بستخدمه في الماليات اكتر او في البيزنس اكتر، ببقى عارف ان انا دخلت السنه بقد ايه. ودي بقى بتظهر لي عادي بكل بساطه. بحط على الشهور، وزي في الباور بي اي هتلاقي اسمها ووتر فول في الباور بي اي. بحط على الاكس اكسس الشهور، وبحط على الواي هنا السالري، السم اوف سالري او التوتال سيلز. ماشي. نفس الفكره هنا اهو. بصوا 2022 سالري باي كوارتر، الكوارتر الاول، هي الكلام هنا مش ظاهر، يمكن بكسلها شويه اهو. النكست الكاش فلو، النت كاش فلو، عشان قلت لكم هي اكتر بتبقى مستخدمه اكتر في حساب الفلوس بالذات. النت كاش فلو ده اللي هو ايه؟ بس الفلوس بتاعتي، الفلوس بالظبط، الفلوس اللي داخله واللي خارجه. ماشي. فهو في يناير كان معايا 2 ونص، 2000 ونص. بعد كده زدت في فبراير زدت كذا، فمجموعي كان 2000، يعتبر 5000 جنيه دولار يعني. وهكذا بفضل زايد. في الاخر نهيت بكام؟ بالتوتال بتاعي 3400. ماشي. يبقى انا زدت على البدايه تقريبا 900 دولار. ماشي. 100 دولار. طيب البار تشارت ايه هدفه او ايه فايدته؟ ها؟ بقارن او ببدا اشوف مثلا قيم معينه او كاتيجوريز معينه، عايز اعرف مثلا عنها معلومه معينه. عايز اعرف زي ما انتم شايفين كده، بصوا اكتر تشانل في السم فين البرايس. ماشي. ففهمت ان الريتيل مش هنقدر اشتغلنا عليه اصلا. الريتيل هو اعلى ايه؟ اعلى تشانل. ماشي. ببدا الخص ايه؟ الكاتيجوريز اللي عندي. عايز اعرف ايه هو اعلى ديبارتمنت في السيلز، اعلى ديبارتمنت في الريتنج، اكتر موظف بيبيع مبيعات. ماشي. فببدا استخدم الايه؟ البارس اللي عندي اه، تبقى هوريزونتال او فيرتيكال. كل ده شفناه. ال 100% ستاك بار تشارت قلنا ده بيعمل ايه؟ بقسم عندي مثلا شركه فيها 5 قطاعات. ماشي. فالشركه دي مثلا طول السنه الشركه دي كلها صرفت مليون جنيه. عايز اعرف المليون جنيه دول يعتبر قد ايه من نسبه الشركه طول السنه من فلوسها. 100%. طول السنه صرفت مليون جنيه، يبقى انا صرفت 100% من الفلوس اللي عندي. عايز اعرف ايه هو اكتر قطاع صرف او استهلك فلوس عنده. فهنا بص سام فين برايس باي تشانل اند يير. ماشي. فعندي هنا السنه اهو، ده التشانل. هيقول لك ان اللون الازرق ده هو يعتبر، بس عشان دي صوره عامه لو هي في الباور بقى تبقى باينه اكتر. المهم ان انا بقسم. يعني هو بصوا دي التشانل ودي الوان الير. ف 2021 هو اقل حاجه في كل السنين، اقل حاجه اتصرفت على مدار اخر 3 سنين. 2020 اللي هو الازرق ده يعتبر هو اكتر حاجه، اكتر مده، اكتر سنه صرفت فيها فلوس في اخر 3 سنين. ماشي. او سم اوف يونت برايس باي تشانل اند يير. الير اهو، دي الالوان بتاعته، دي الليجند اللي موجود. ماشي. والتشانل اهو ديستريبيوتر، الديستريبيوتر والاونلاين وايه والريتيل. ماشي. ففي 2021 هي اقل حاجه صرفت فلوس، خدت فلوس عندي من السب فريم برايس. بعد كده عندي 2020 دول اكبر حاجه خدت فلوس عامه، او اكتر حاجه خدت نسب عندي. و20 2019 هم ايه؟ يعتبر ايه؟ في الافرج يعني، مش كتير ولا قليل. ماشي. طيب ايه اللي قلناه قبل كده كله؟ طيب. اول حاجه لازم اعرف ايه؟ الاودينس، اعرف انا هخاطب مين. ماشي. وعندي نوعين من الاودينس، اما ايه؟
اما توب ليفل او توب مانجرز، وناس ايه ما عندهمش خبره في الحاجه اللي عندهم. لو هم توب مانجر فهم محتاجين يعرفوا تفاصيل اكتر، ديتيلز اكتر، ارقام اكتر، نسب اكتر، وهكذا. ماشي. لو هم ناس الف بقى مش عارفين حاجه، محتاجين نركز على ايه؟ على الفيجوالز، نسمبليفاي التشارت از ايه از بوسيبل. هو يبص على التشارت يفهم على طول. ماشي. زي المسج ان انا اشوف التقرير بتاعي او الريبورت بتاعي، اشوف المسج النهائيه اللي هتلمه او المشكله وازاي ان انا ممكن اعالجها واحلها. بعد كده نخش على الفيجوالز بقى، تكست فيجوال نركز عليه. ماشي. بعد كده اللاين، بعد كده السكاتر عشان نشوف العلاقات، بعد كده الووتر فول عشان نعرف بنكسب ولا بنخسر طول السنه، او التدفق المالي خلال السنه كلها، وهكذا. بعد كده البار تشارت قلنا عنه وايه وال 100% ستاك بار تشارت. ماشي. طيب، يعني ايه جراب اتنشن؟ اشد الانتباه. ازاي اشد انتباه الشخص ان هو مجرد ما يبص على الشارت يفهم الحاجه اللي انا عايزها؟ ازاي مجرد هو ما يبص على الشكل خلاص اخطفه، حرفيا اخطفه كده؟ ماشي. طيب، عندي حاجه اسمها بري اتراكتيف اتريبيوتس. يعني ايه؟ يعني حاجات انا بعملها، او اوامر انا بعملها، حاجات انا بعملها بتبدا تساعدني ان انا اتراكت او اشد الشخص ده ان هو لما يجي يبص على الشارت من نظره اخطفه، مجرد ما يبص اخطفه. فعندي حاجات بتساعدني ان انا اعمل كده. ماشي. طيب، هتلاحظوا هنا عندنا كده ان دي حاجات كلها ممكن او حاجات معينه ممكن انا استخدمها او اشوفها عشان اجذب انتباه الشخص. ماشي. فعندي هنا مثلا ممكن اغير الاورينتيشن الخاص بالجراف. يعني بدل ما الجراف كله مثلا جاي كده، اغير فيه مثلا، اغير في حجم هنا الميل بتاعها. هنا مثلا بصوا، بحدد على ريجن معين. يعني مثلا تعالوا هنا كده بالشكل ده. انا عايز مجرد ما الشخص يبص على الشكل ده يعرف ايه هي اكتر منطقه او اكتر جروب او اكتر مكان متجمع فيه الداتا. بس الله ينور عليك، هعمل ايه؟ لو مثلا انا ممكن احط صندوق عادي، اكتب كده كده او اعمل دايره عليه. هو مجرد ما هيبص خلاص يبقى بس النقطه دي او المكان ده هو اكتر مكان متجمع فيه ايه؟ الناس. او مجرد ما يبص كده خلاص معظم الناس تقبض تقريبا في حدود 25000 جنيه، اقل شويه ازيد شويه وهكذا. ماشي. ممكن مثلا الكولر زي ما احنا عارفين طبعا في حاجات بنظبطها وحاجات ممكن تبقى يعني عاديه. يعني الكولر ممكن مثلا لو جيت هنا في الباور بي اي، لو ده انا حاجه بتخسر اعمله بالاحمر، عرفنا بنغير لون البار نفسه ازاي. وده اعمله بالاخضر، خلاص مجرد ما يشوفه هو خلاص فهم ده بالاصفر، خلاص يبقى انا درجت ايه؟ درجت الداتا. فمجرد ما يبص هو حتى من غير ما يقرا، عينه فهمت. اخضر بكسب، احمر بخسر، خلاص هو احنا الف بقى كده متبرمجين على كده. ماشي. اغير الويتس بتاع ده. يعني البار ده مثلا لو هو اقل خساره فاخليه صغير، وده ميديوم اصغره شويه، وده يبقى اكبر حاجه، يبقى ده بجراب الاتنشن اكتر. دي كلها تولز اقدر اساعدها. برضه بجيب البارز في الباور بي اي اغير الحجم بتاعها. كل بار بديله لون بغير حجمه عادي، بصغره شويه. السايز دي مثلا تبقى مثلا اسمها ايه في الماب. البابل سايز بتكبر على حسب ايه؟ الفاليوز اللي موجود. ماشي. في الاوباسيتي ممكن مثلا لو بعمل سكاتر بلوت، او باجي هنا مثلا ده كله لون واحد اهو صح، لون واحد، فهقلل الاوباسيتي. يعني ده يبقى اعلى لون، ده شفاف شويه، ده شفاف خالص. ماشي. فكده اهو ده كبير، ده شويه، وده ايه؟ اقل. دي بقى اكزامبلز بقى زي ما كنت بقول لكم. بص اهو، ده الاوردرز، عدد الاوردرز 30 40 من اول صفر لحد 50. وده ايه؟ السيلز بتاعنا. بصوا هنا، دول ايه؟ دول بعيدين شويه عن الداتا، فانا بهايلايت ان القيم دي هي ايه؟ بعيده شويه عن الداتا. ماشي. هنا مثلا تعالوا بصوا ناخد مثلا مثال ان احنا عندنا اي كوميرس كومباني ومحتاجين يعملوا انالايز للكاستمرز فيدباك فروم اللاست كوارتر. الكاستمر فيدباك اللاست كوارتر. ماشي. فبنعمل عادي سيمبل تشارت زي كده. هل ده كده مجرد ما يشوفوه هيفهموا حاجه؟ هيفهموا بس هيبقى صعب يعني. ده ما الحاجه تقل الحاجه تزيد. ماشي. مش منسق، مش هعرف اشده. احنا هدفنا نشد الشخص مجرد ما يبص يفهم المعلومه. ماشي. فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه عملنا ايه؟ صوت رتبنا الداتا زي ما احنا بنعمل كالعاده. طيب، ودول اكتر اثنين الدليفري والبرايس. ماشي. فانا اكتر اثنين عملت لهم هايلايت ان هم ايه؟ اخضر، فدول اعلى حاجتين. هو اللون باهت شويه معلش.
هنا لو شوف لو هو محتاج يعرف اكتر حاجتين. يعني بصوا، الكلر one of the most powerful pre attractive attributes. الكلر اللون نفسه اكتر حاجه اتراكتيف او بتشد الشخص نفسه. فلو محتاجين نعرف اكتر مثلا حاجتين او اكتر منتجين بيجيبوا مبيعات، فبعمل اكتر منتجين لونهم اخضر كده، وبسيب الباقي ببهله خالص عشان هو اصلا محتاج يعرف اكتر منتجين. ماشي. لو محتاج يعرف اقل، لو قلبنا الستوري اقل حاجات بتخسره، فهو بصوا بجيب اقل حاجتين وبعمل لهم هايلايت بالاحمر ان هم بيخسروني اصلا او مبيعاتهم بالسالب مثلا عامه. ماشي. الكلام ده كله بقى ممكن نعمله ايه؟ نعمله في الداشبورد اللي احنا بنستخدمها وبنشتغل عليها. ماشي.